أصدقاء كلينيك كوتشينغ، مرحبا بكم فيما كنتم. هذه أول حلقة من البودكاست اللي غيهتم بالصحة ديالكم وغيخليكم متحمسين باش تبداو نمط صحي ويرجع روتين في حياتكم. كنتمنى تلقاكم هذه الحلقة وانتم بخير وبصحة جيدة. استماع موفق. هاد العام غادي نصومو تقريبا 15 ساعة، ولكن ماشي كلشي مزيان اللي يصوم وماشي اي ماكله مزيانه ناكلوها في الفطور، وهادشي اللي غادي نهضروا عليه اليوم. الماكله اللي كناكلو فيها 6 ديال المواد مهمه، وهي الماء، الفيتامينات، الاملاح المعدنيه، السكر، الشحمه والبروتينات. وحنا مصوبين من 64% ديال الماء وكيصلح لينا باش الجسم يخدم مزيان ويصبر على الساد، 16% ديال البروتينات وهما اللي مصوب منهم من اللحم، الجلده وكاع الاعضاء الاخرين، 16% ديال الشحمه اللي كتخزن فيها الطاقه وكيتصوبوا منها الهرمونات، 4% ديال المعادن بحال الكالسيوم اللي في العظام والحديد اللي في الهيموغلوبين، و1% ديال السكريات. الجسم كيجبد الطاقه باش يخدم من السكريات والشحمه اللي كيجيونا من الماكله، وكيخزن داكشي اللي شاط وما استعملوش، ومني كنصومو كيبدا يجبد من داكشي اللي خزنا باش يبقى خدام. ولكن هادشي ما معنيتوش ان خاصنا ناكلو بلا قياس في الفطور ولا السحور، حيت الا جا 15 ساعه صعيب عليه يتحمل بزاف ديال الماكله في دقه واحده. وهنا فين غادي نهضروا على العجينه. ملي كنحطوا البطبوط، البغرير والرغايف في الطبله بحال اللي كندوزو الخبز والخبز، حيت كلشي عجينه، والعجينه صعيبه في الهضم وكتبقى غير سكريات. هادشي علاش من الاحسن كل نهار يكون واحد الشكل. الطبله ديال الفطور خاصها تكون خفيفه، شويه ديال التمر، زلافه ديال الحريره والماء كافيين باش يسدوا الجوع، وهكا ما كنهلكوش المعده والمصارن، وكتبقى البلاصه حتى للسحور. اهم حاجه في رمضان هو الماء، وبالخصوص مع هاد الصهد. مع الصيام كتقدر تجي السخفه، الدوخه والعيا، وهادشي عادي وما فيه حتى شي خطر للناس اللي ما مرضش. ولكن الناس اللي مرض امراض مزمنه بحال السكر والمرض الحاملات ولا اللي كيرضعوا ما خاصهمش يصوموا، حيت الجسم ديالهم ما قادش على داكشي. هادشي علاش الا قال لكم الطبيب ديالكم ما تصوموش ما تصوموش، وإلا عندكم الشك ديما استشروا معاه. الى عجبكم هادشي تابوناو في لاشين يوتيوب باش ديما يبقى يوصلكم الجديد، وتقدروا مازال تلقاونا في فيسبوك وفي انستغرام، تما تقدروا تطرحوا لنا الاسئله ديالكم، تقدروا تطلبوا منا نشرحوا لكم شي موضوع بالضبط، ولا تقدروا تقولوا لنا شنو اللي ما عجبكمش وتعطينا الاراء ديالكم باش الفيديوهات ديالنا يكونوا ديما احسن. وبحال ديما استشروا مع الطبيب ديالكم، راه الوقايه احسن من العلاج.